السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المغاربة الأحرار، أيها المغاربة الأشراف، نهنئكم بهذا الانتصار الغير مسبوق من الأراضي القطرية العربية. كأس العالم بنسخة عربية محضة. الأسود يبهرون العالم أجمع بقيادة والد الركراكي وتحت شعار دير النية كما قالها، وما زلنا نؤمن بها وسنظل نؤمن بها إن شاء الله حتى نصل إلى أبعد نقطة، وهي الرجوع إلى أرض الوطن بكأس غالية، كأس عالمية ثمينة ما كان يحلم بها أي شخص في العالم أن المغرب سيصل إلى هذا المستوى، وربما سيصل إلى أبعد نقطة إن شاء الله. ونحن شعارنا دير النية، ونحن وراءكم وقلوب كل المغاربة وراءكم بالدعاء، وأمهاتكم بالرضا وبرهما، فبرهما الذي أوصلكم إلى هذا. دمتم سعداء، دمتم سعداء. لا تخونني العبارات صراحة في هذا الإنجاز الغير المسبوق من الأراضي القطرية. قبل الدخول لن أحلل، لأن غالبية المواضيع كنا نأخذ فيها بالتحليل لمباريات، لكن لا يمكن أن نحلل. فما يقدمه وليد الركراكي ودفاع المغرب، أول دفاع في كأس العالم، قوي جدا الحمد لله، قوي. لم يتلقى في شباكه إلا هدفا واحدا بنيران صديقة. هجوم ما شاء الله بقيادة يوسف أنصيري، الذي أثبت أن الثقة التي وضعت فيه من طرف وليد الركراكي لم يخيبها، وأثبت أنه لاعب من طينة الكبار، لاعب سيبهر في المستقبل إن شاء الله. وكل اللاعبين، يوسف أمرابط، سفيان أمرابط وآخرون، لاعبون قاموا بأداء بطولي رجولي. كل من يدخل إلى رقعة الملعب يقدم أداء مبهرا، أداء رجوليا قتاليا عالية، رغم بعض الإصابات التي كنا نتخوف من أن، خصوصا في خط الدفاع، كنا نتخوف من أن تؤثر على مردود المنتخب المغربي، لكن كل من يحضر إلى أرضية الملعب يقدم ما في وسعه لإسعاد الجماهير المغربية والعربية والإفريقية. شكرا لكم، شكرا على كل ما قدمتموه لنا، شكرا. فعلا وضعنا فيكم النية ولم تخيبوا ظننا، وما زال إن شاء الله رجاؤنا في الله وأن تقدموا المزيد والمزيد، وما قدمتموه أسعدنا وأفرحنا وأدخل الفرحة إلى كل المغاربة بجميع طبقات الشعب، من أصغر إلى أكبر، ومن الشيخ. صراحة لا أستطيع التعبير، لا أستطيع، تخونني الكلمات. كل ما أستطيع قوله برافو وليد، برافو على هذا الإنجاز، برافو أسود، برافو نصيري، برافو ألاحي، برافو زياد، برافو جميعا، أن أبدعتم، برافو ألاحي صراحة، تقنيات عالية، برافو بوفال، برافو عطية الله، رغم أول تجربة مونديالية لكن قدمت أداء رائعا. برافو لكل حارس بونو، عرين الأسود في أمان ما دام بونو إن شاء الله في أوج عطائه. الدفاعات المغربية بقيادة بونو، رومان سيس، نيف أكرد، وجواد اليامق وأشرف داري، والجميع قدموا، حكيمي، وكل اللاعبين أحسنتم، أبهرتمونا وقدمتم نسخة عربية بألوان مغربية صراحة أبهرت العالم. الأحمر والأخضر يجوب كل أرجاء العالم اعترافا برجولتكم وبقتاليتكم التي قدمتموها في سبيل هذا الوطن والشعب الذي ينتظر منكم، وأمله في الله وفيكم كبير، أن تقدموا الكأس إن شاء الله لنا. صراحة
من الناحية التكتيكية كنا لعبنا المباراة على أعصابنا، خصوصا في بداية الشوط الثاني. مع بداية الشوط الثاني وبعد تسجيل الهدف تم الرجوع إلى الدفاع وترك الكرة للمنتخب البرتغالي والقيام بالمرتدات. المنتخب البرتغالي اصطدم بدفاع صلب، دفاع لم يستطع معه أي أن يخترق رغم كل المحاولات، واعتمد على الكرات الطويلة في اتجاه المهاجمين، ورغم تغيير ودخول كريستيانو رونالدو الذي كان أمل المدرب في أن يقدم الإضافة، لكن عجز أمام صلابة الدفاع المغربي. صراحة دفاع صلب يقدم قتالية ورجولة وانضباط تكتيكي، الانضباط التكتيكي والتركيز العالي لإخراج المباراة إلى بر الأمان. هذا ما كنا ننتظره من وليد الركراكي الذي يعتمد غالبا على الخطة دفاعية محضة والانطلاق بهجمات مرتدة، رغم التغييرات أن وليد شديرة الذي كان عليه الضغط ولم يكن مقدما الإضافة للأسود، إلا أن يوسف النصيري قام بالواجب وسجل هدف الأمان، هدف الخلاص بالنسبة للمنتخب، وهدف التأهل إلى دور النصف النهائي إلى المربع الذهبي. ما كان أحد من كيفما كان مغربيا أو متفائلا أو كيفما كان ينتظر أن يقدم المنتخب هذا الأداء والبلوغ إلى هذه النقطة. وشكرا مرة أخرى للمنتخب الوطني على هذه الروح القتالية العالية. أثبتتم أن بقيادة إطار وطني، صراحة بقيادة إطار وطني لا يمتلك تجربة ولكن يمتلك العزيمة والإصرار والثقة، فهو من قال لماذا لا نحلم أن نعود بكأس العالم يوما ما إلى الأراضي العربية أو الإفريقية، أو ربما سيعود بها إن شاء الله. نحن وراءكم مؤمنون بما تقومون به من أداء وقتالية ورجولة. إن شاء الله ربما هذه النسخة ستكون عربية مغربية إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا. لا أستطيع صراحة تخذني العبارات لوصف الفرحة التي أعيشها والفرحة التي تعيشها الجماهير المغربية كما تشاهدون. صراحة سننقل لكم بعض الأجواء من الخارج. أردت أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم بعض الشكر والامتنان للمنتخب الوطني بقيادة وليد الركراكي والأسطف الطاقم التقني الذي قام بتأهيل اللاعبين إلى هذه المباراة رغم العياء. ففي المباراة السابقة لعبنا 120 دقيقة بالإضافة إلى الضربات الترجيح، ومع ذلك فالمنتخب ظل صامدا طيلة 90 دقيقة رغم الإصابات وذلك يعود إلى الروح الوطنية والقتالية والرجولة العالية التي يمتلكها عناصر المنتخب الذين يؤمنون بأن المستحيل ليس مغربيا، المستحيل ليس عربيا، وربما سنكتب التاريخ إن شاء الله بأحرف من ذهب إن شاء الله. سنكتب من الأراضي القطرية العربية ونعود بهذه الكأس الغالية إن شاء الله. فسنظل متفائلين إلى الختام إن شاء الله، إلى أن يسدل الستار على هذه النسخة يوم 18 من ديسمبر إن شاء الله. أكيد إن شاء الله الفرحة ستكون مغربية. شكرا، ولن أقدم تحليلا تقنيا في هذا الفيديو، سأقتصر على التعبير عن فرحة التي لا يمكن وصفها بالكلمات. ربما الحناجر اليوم بحت بأصواتنا لتشجيع الأسود. فعلا كنتم أسودا، دمتم في رعاية الله، سعداء
أتمنى لكم الانتصار، مزيد من التألق والانتصار، وإلى مقابلة إن شاء الله وتعليق جديد. شكرا وإلى اللقاء.